ازيكم يا شباب؟ النهارده هنتعرف على طريقة جديدة لتأشيرة البرتغال، وتعتبر من الطرق السهلة للإقامة في البلد لفترة معينة، واللي هتسمح لك طبعا بالحصول على التأشيرة، وبيكون في الأغلب في مجالات بسيطة اللي انت مش هتحتاج حتى فيها لغة ولا خبرة في العمل، زي الزراعة يا جماعة وتربية الحيوان والصيد والغابات. وفي السياحة برضه يا جماعة في الكافيتريات والمطاعم، وتكون طبعا في المجالات البسيطة منها، والبناء والنقل البري. وبتكون التأشيرة ديت يا جماعة في القطاعات الحرفية في أي مجال زي البناء برضو يا جماعة. بس طبعا قبل ما ندخل في تفاصيل التأشيرة ديت والشروط بتاعها، لو انت أول مرة تشوفنا وبتدور طبعا على طريقة جديدة لأي تأشيرة أوروبية، يا ريت ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد. مساء الخير يا شباب، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنتعرف على طريقة جديدة أو تأشيرة جديدة زي ما قلنا يا جماعة، وهي التأشيرة الموسمية لدولة البرتغال. وبتكون طبعا في قطاعات الزراعة والصيد والغابات، أو الحرف يا جماعة البسيطة كالبناء. وبكون برضو في السياحة كالكافيتريات والمطاعم، وطبعا من الأعمال البسيطة من الشغلانات ديت برضو يا جماعة. وزي ما قلنا مش هتطلب منك فيها لغة ولا خبرة، وبتكون متاحة لمعظم الدول العربية. وأهم شرط طبعا في التأشيرة ديت يا جماعة هو حصولك على عرض عمل من أي شركة أو مؤسسة أو صاحب عمل هناك في البرتغال. ومش صعب طبعا الحصول على الأوفر ليتر اللي هيسهل لك بعد كده التقديم طبعا على التأشيرة، خصوصا إن عرض العمل بيكون متضمن راتب شهري وسكن وقت التقديم برضو على التأشيرة، وأحيانا بيكون في تأمين صحي. وبتختلف طبعا التأشيرة الموسمية لدولة البرتغال عن أي دولة أوروبية تانية. مدة التأشيرة في البرتغال برضو يا جماعة، ومدة التأشيرة الموسمية في البرتغال بتبدأ من 3 شهور، يعني ممكن تكون 3 شهور، ممكن تكون 6 شهور، بس هي أقصى حد ليها بيكون سنة. تعالوا بقى نعرف يا جماعة ايه هي الخطوات اللي هتطلب منك، او ايه هي الاوراق اللي هتطلب منك لما تيجي مثلا تقدم على التأشيرة. في حالة حصولك طبعا على عرض عمل وتصريح عمل من الشركة او صاحب العمل، انت بتبدأ في اجراءات التأشيرة اللي احنا هنتكلم عنها، وبتروح السفارة البرتغالية بتقدم طلب رسمي اللي هو الخاص بالتأشيرة الموسمية يا جماعة. بيكون مع جواز سفر ساري وصور شخصية، بجانب طبعا تذكرة عودة. يعني انت مثلا رايح عقد لمدة 3 شهور، عقد لمدة 6 شهور، لازم في تذكرة عودة بعد ال3 شهور أو ال6 شهور. التأشيرة دي برضو يا جماعة بتتجدد لمدة سنة زي ما قلنا، يعني أقصى حد ليها بيكون سنة. التأمين الطبي برضو بيطلب منك في حالة إن صاحب العمل طبعا ما عملكش تأمين طبي أو الأوفر ليتر، ما تضمنش مبدأ التأمين الصحي. ممكن يطلب منك في حساب بنكي. في أغلب طبعا التأشيرات الموسمية ما بيطلبش، بس التأشيرة الخاصة بدولة البرتغال هم بيعملوا المبدأ ده أو الشرط دوت كتغطية لك في حالة إن الراتب مثلا بيكون مثلا ضعيف زي ما قلنا، بالخاصة طبعا بالتأشيرات دي. بجانب طبعا كل الأوراق اللي احنا اتكلمنا عنها يا جماعة، هتقدم عرض العمل وتصريح العمل اللي هيبعته لك صاحب العمل هناك من دولة البرتغال. برضه لازم تقدم عقد إيجار أو إثبات سكن هيبعته لك صاحب العمل أو اللي هيوفره لك صاحب العمل، لأن السكن هناك بيبقى على صاحب العمل يا جماعة. من الشروط برضو الخاصة بالتأشيرة ديت يا جماعة إن يكون سنك فوق 18 سنة فيما فوق، يعني لو أنت 30 أو فوق 30 تقدر تقدم عادي على التأشيرة ديت. يعني واحد يجي يسألني أنا عندي 40 سنة أقدر أقدم؟ أيوة تقدر تقدم عليها. أنت عندك 50 سنة وتقدر تقدم عليها. ودي طبعا أهم الشروط والأوراق اللي هتطلب منك لما تيجي تقدم على تأشيرة العمل الموسمي لدولة البرتغال. التأشيرة دي برضو يا جماعة تديك حق الإقامة في البرتغال إقامة مؤقتة، يعني حسب مدة العمل. يعني انت جالك عرض عمل لمده 3 شهور، من حقك بعد كده اول ما تدخل بلد هناك بتاخد اقامه قانونيه لمده 3 شهور، عشان الاقامه ديت لما تيجي تجددها بعد كده 3 شهور تانيين لغايه يعني 3 شهور ولمده سنه مفتوحه قدامك. النقطه بقى اللي كتير هيسالونا فيها يا جماعه، وهي ازاي اصلا اجيب عرض عمل. دايما بنقول يا جماعه ان في طريقتين للحصول على عرض العمل. اولهم ان يكون ليك حد قريب في قلب البلد هناك، وتكون صله القرابه بينك وبينه تكون قويه، ولا هيقدر طبعا يساعدك في الحصول على عرض عمل في اي مجال. وخصوصا لو صاحبك دوت او قريبك ده مقيم طبعا في دولة البرتغال وليه علاقات هناك، هيقدر يسهل لك الامور دي كتير. ومعارفه هناك في اي بقى مجال، سواء صاحب عمل بقى عنده كافيتيريا او في مجال الزراعة او الصيد، هو اللي هيقدر طبعا يتواصل معاه وطبعا يسهل لك حصولك طبعا على عرض العمل من الناس ديت عن طريق علاقاته مع اصحاب البرتغاليين او اصحاب الاعمال البرتغاليين هناك في قلب البلد. اما الطريقة التانية برضو يا جماعة، هو
ان انت تتواصل مع اصحاب الاعمال مباشرة، خصوصا الشركات اللي بتدور على الشباب للعمل طبعا في قطاعات الزراعة، في المطاعم، في الغابات. وبتكون طبعا الاعمال دي بسيطة بس الرواتب برضو مش مجزية زي ما احنا فاهمين، فطريقة حصولك هتكون سهلة وبنسبة عالية، خصوصا لو انت بدأت تراسلهم بالسيرة الذاتية. وانا طبعا هسهلك طريقة التواصل مع اصحاب الاعمال ديت من خلال الروابط اللي هتبقى موجودة في صندوق الوصف لهم اصحاب الاعمال اللي تقدر تراسلهم. بتعمل طبعا سيرة ذاتية وبتبدأ ان انت تبعت لهم على الايميلات الخاصة بيهم في حالة ان هم طالبين عمال في القطاعات اللي احنا اتكلمنا عنها. التأشيرة دي برضو يا جماعة تسمح لك ان انت تقدر تتنقل ما بين اي دولة اوروبية، بحكم ان طبعا البرتغال دولة من دول الشنجن. من الاخر كده يا جماعة، تأشيرة البرتغال الموسمية هي طريقة سهلة ليك ان انت تاخد اقامة، ان انت تاخد تأشيرة، ان انت تدخل بيها حتى اوروبا. يعني لو انت ما عجبكش ان انت تقعد تستقر في البرتغال، من حاجة بعد كده ان انت تتنقل ما بين اي دولة اوروبية هناك. ودي كل حاجة خاصة بتأشيرة البرتغال الموسمية. بالتوفيق للجميع بإذن الله، ولو في أي استفسار يا ريت تنسبونا في قلب التعليقات، وأنا في أقرب فرصة أرد عليكم. وشكرا ليكم وبس كده.